شكرا لكم السيد المستشار المحترم على هذا السؤال اللي في الواقع أشكركم على اطلاعكم على الموضوع لأنهم تعلمونه جيدا وتعلمون المجهود الذي بذل، المجهود المتواصل اليوم. ولنا اجتماع يوم 26 نهار الجمعة ديال اللجنة ديال التتبع بالرباط، كانت غتكون في فاس لكن غنحولوها للرباط في انتظار أن تكون لجنة محلية تجتمع كذلك وتنتقل إلى عين المكان. الأرقام كلها اللي دليتيو بها هي أرقام صحيحة. سنة الانطلاق اللي هي كانت سنة 2014 كانت سنة شوية صعيبة، لأنه باش ناخذوا واحد الوتيرة ديال الإنجاز اللي تكون في المستوى ربما كنا في حاجة إلى واحد الرجة. الحمد لله هذه الرجة وقعت، يتعين أن ننظر إليها إيجابا، واليوم سنسير في إطار تنفيذ هذا البرنامج الذي يهم شقين: الشق المرتبط بالدور الأهلة للسقوط بالمبلغ اللي ذكرتوه الذي يتجاوز 300 مليون درهم، والشق ديال المباني التاريخية، الشق ديال المباني التاريخية اللي هو فعلا 26 في الاتفاقية، ذلك كان فيه عمل ويتواصل في إطار هذه الاتفاقية. التزامنا احنا في وزارة السكنة أعطينا كل الأموال اللي كان خصنا نعطيوها في 2014. بعض الإطارات الأخرى ما عطاتش هذه الأموال، الآن يبدو أنها عطات فليستها، وأن 2015 تنطلق على أساس التزام الجميع بأن يقوم بواجبه، وسنعمل على أن نكون في الموعد، أي داك الشيء اللي مسجل في الاتفاقية أننا نعمله. وأريد أن أنوه بالمجهود المبذول بالطريقة العمل والأسلوب الجديد الذي يعتمد على مستوى تقني لتدعيم البيوت ولدعم الأسر اللي موجودة في هذه الحالة هذه. شكرا لكم سيد الوزير. الفريق الاستقلالي. هناك جوج ديال المستويات. هناك المستوى المرتبط بالدور الأهلة للسقوط في الأنسجة العتيقة وعددها 43,000، وهناك المستوى المرتبط بالدور اللي تصابت بالفيضانات الأخيرة والعدد ديالها 23,600، منها عدد كبير اللي دمر عن آخره، وعدد آخر جزئيا وعدد آخر يهدد السقوط. بالنسبة ل 43,000 بلا ما ندخلوا لا في مزايدة ولا في فشل وغير ذلك، هناك ظاهرة اللي هي حقيقة تصل إلى مستويات هائلة. من الصعب على أي كان أنه يجي اليوم ويقول بأنه بإمكانه أنه يعالج 43,000 دار أهلة للسقوط في الأنسجة العتيقة المغربية كاملة، في المدن العتيقة بالخصوص. عاد ناهيك على ما هو موجود في القصور والقصبات، عاد هذا الشيء اللي تصابنا بالفيضانات اللي هو جاي تزاد. فلذلك احنا منذ ما جئنا لما وقع الحدث ديال الدار البيضاء وماتوا فيها الناس، درنا الإحصاء خرجوا لنا 43,000، وضفنا الآن 7,200,000,000 درهم في اتفاقيات مختلفة، منها هذه ديال فاس اللي عاد هضرنا عليها. وفي الدار البيضاء 360 مليون درهم منها. في الدار البيضاء على سبيل المثال منذ الأحداث الأخيرة ديال 2012 1000 أسرة اللي تم التنقيل ديالها وإخراجها من هذه الوضعية بما يناهز 2550 شخص. يقال أننا خرجنا الناس ودرناهم في أماكن وخليناهم تما. اليوم ما كاينش في الدار البيضاء شخص واحد اللي ما تعطاتوش الدار، والناس اللي ماتوا مؤخرا ماتوا لأنهم رفضوا يغادروا البيوت ديالهم والدار ديالهم موجودة. فبالتالي أول شيء اللي خصنا نديروه اليوم هو أننا نقروا بشيء. الحق الأول اللي كاين هو الحق في الحياة، بالتالي يتعين إرغام الناس على مغادرة هذا الدور الأهلة للسقوط ونخرجوهم، ومن بعد يحيل الله بحال اللي درنا في الدار البيضاء. هو في ظرف سنتين هاد الناس اللي خرجناهم، ولكن باقي بحيث أنه اللي محصي الآن في الدار البيضاء غير الدار البيضاء بوحدها ما يناهز 10,000 9,250 دار غير في الدار البيضاء في المدينة العتيقة. عاد هذا الشيء اللي تزادنا وأنا أعلم، والوضعية مأساوية من بعد الناس دابا اللي تصابوا بالفيضانات. لكن قدروا معايا 23,600 دار، هذا ما تم التصريح به لحد الآن. وكل ما نريد أن نخرج كحكومة بمخطط لدعم هذه الأسر، علما بأنه في عدد من المناطق اللي ماشي في الجوانب ديال الجنبات ديال الأودية، قلنا لهم
عاود بداو تبنيو، وحنا بصدد ايجاد حل لدعم هذه الاسر، شريطه اننا باش نتكلم معكم بصدق اننا ما نغرقوش لا في مقاربه اللي تجعل ان العدد اللي عطيتكم يتضاعف او يوصل الى اعداد اللي ما نقدروش نتحملوها، ولا اننا نوصلوا لمبالغ ماليه اللي في غير استطاعتنا ان نقدمها. اللي عطى الله هو هذا، الامكانيات التي بحوزتنا نقدمها الان من اجل ان نخرج من هذه الوضعيه، والمجهود اللي مبذول اليوم في الايل السقوط عمره ما تبدل، وتبدل من قبل بالمجهود، لكن اليوم وضعنا امكانيات هائله اخرى. وقبل هذا وذاك باش نسرعوا من الوتيره خصنا كذلك اليه للتدخل. هذه الاليه ما موجوداش اليوم، ما عندناش وكاله مختصه في الايل السقوط، خصنا هذه الوكاله. الناس كيقولوا العمران ماشي خدمتها هذه، ما كيعرفوش الايل السقوط. كاين وكاله وحده اللي كتعرف الايل السقوط هي لا دير ديال فاس، وبالتالي خصنا على مستوى وطني نتوفر على هذه الاليه، ثم قانونا خصنا نحلوا المشكل القانوني. وهناك نص اللي كنتمناو نجيو به اللي هو نص خاص بالانسجام العاطفه والايل السقوط والامكانيات الماديه. شكرا لكم سيد الوزير.